عمرك سمعت عن قصر في مصر بقاله أكتر من 100 سنة؟ الناس بتقول إن اللي يخش فيه بالليل ما يخرجش سليم. قصر اتبنى سنة 1911، وكانت فيه أساطير عن إن بنت أو مرات صاحب القصر انتحرت فيه. أنا وأصحابي قررنا نكتشف الحقيقة. قبل ما أكمل، لو بتحب قصص الرعب والغموض دوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وابعته لصحابك اللي بيحبوا الحاجات دي. وعايز أعرف رأيك تحت في الكومنتات. هل فعلا بتؤمن بالأماكن المسكونة؟ القصر ده هو قصر البارون امبارح في هليوبلس. قصر فخم بناه البارون البلجيكي إدوارد امبارح سنة 1907، واتفتح سنة 1911. مع إنه مبنى تحفة معمارية هندية، الأساطير بتقول إن بنت أو مرات البارون ماتت جوه في ظروف غامضة، وعشان كده الناس من ساعتها بتقول إن روحها ما زالت فيه. بعد وفاة البارون سنة 1929، ومع أحداث ثورة 1952، القصر اتقفل سنين واتساب مهجور. في التسعينات شباب كتير كانوا بيتسللوا جواه، وكانت الإشاعات وقتها بتقول إنهم بيعملوا طقوس شيطانية. كل ده زود سمعة القصر إنه مسكون. في صيف 2025 كان في ترند على تيك توك وفيسبوك عن جولة ليلية في قصر البارون. فيديوهات كتير ظهرت لناس بتسمع أصوات غريبة أو بتشوف أضواء بتنور فجأة في الدور التاني. واحد من اليوتيوبرز المشهورين قالوا إنه لما رجع بيته بعد الجولة لقى خطوط على جسمه، ومش فاكر هي جات له منين. الموضوع كان عامل ضجة، وإحنا قررنا نجرب بنفسنا. أنا وصحابي محمد وسارة وكريم قررنا نروح القصر بعد ما يتقفل. دفعنا فلوس للحارس علشان يسيبنا ندخله من ورا. معانا كاميرات صغيرة، ميكروفونات، وكشافات. سارة كانت بتضحك وتقول يا جماعة دي إشاعات، بس محمد كان ساكت وعينه فيها خوف. أول ما دخلنا القصر حسينا التغيير في الجو، برودة غريبة كأن حد فاتح تكييف في نص الصيف، ريحة رطوبة وزهور مجففة. الديكور الهندي من بره كان عظمة، بس من جوه في ظلام. الكشاف بينور السقف المزخرف وتماثيل لأسود وفيلة. فجأة سمعنا صوت خطوات جاي من فوق. بصينا لبعض وقلنا يمكن في حد تاني غيرنا، بس مفيش حد. طلعنا للدور التاني. طلعنا السلم الحلزوني اللي الناس بتقول إن حد وقع منه. واحنا طالعين حسيت كأن حد ماشي ورايا. كل ما بص مفيش حد. وصلنا للدور التاني، لقينا أوضة كبيرة فيها شباك على شكل أقواس. محمد قال شايفين الأضواء دي؟ كانت في ومضات خفيفة في الممر، نور بيظهر ويختفي. فجأة سمعنا صوت ست بتبكي جاي من بعيد. سارة اتجمدت مكانها. الصوت جاي من ناحية برج القصر. القصر كان معروف بإن البرج بتاعه بيلف زمان عشان يبص ناحية الشمس. اتجهنا ناحيته. الباب الخشبي كان مقفول بس فتح لوحده. دخلنا غرفة دائرية، ريحة بخور تقيلة. الكاميرا بتاعت كريم سجلت حاجات غريبة. كان في ظل امرأة واقفة عند الحيطة، بس واحنا واقفين ما شفناش حد. الظل كأن واحدة بتلبس فستان قديم ووشها مش باين. لما قربنا الباب قفل بقوة. قلبنا وقع. بدأنا نجري ناحية الباب، لقيناه قفل بالمفتاح من بره. سمعنا صوت خطوات بتجري على السلم. القصر كان معروف إن تحته أنفاق بتوصل الكنيسة اللي اتدفن فيها البارون. استخدمناه عشان نهرب. لما أخيرا خرجنا من البرج نزلنا للبدروم. لقينا فتحة صغيرة في الحيطة وتحتها هوا بارد. كريم قال تعالوا نجرب. دخل هو لوحده والكشاف معاه. بعد كام دقيقة سمعنا صوت صرخة مكتومة. جري محمد على الفتحة بينادي عليه، بس مفيش رد. قعدنا حوالي 10 دقايق قلبنا بيتقطع، وفجأة طلع كريم بيجري ووشه شاحب زي ما يكون خايف، وفي خدوش على دراعه. وقال في حد هناك، في حد بيهمس باسمي. سألناه شاف ايه؟
قال إنه شاف طفلة صغيرة ماسكة لعبة وبتضحك، ولما قرب منها لقى وشها متشوه. قررنا إن دي نهاية مغامرتنا. خرجنا من القصر بسرعة، وإحنا خارجين سمعنا صوت همسة بتقول ارجعوا. لما رجعنا الفيديوهات بعد كده لقينا الظل اللي ظهر في البرج بيبص للكاميرا، وفي خلفية تسجيل الصوت فيها همهمة بتقول أسامينا. بالنسبة لنا الموضوع كان غريب جدا ومن غير تفسير. ايه رأيك في اللي حصل؟ تتوقع القصر مسكون فعلا ولا دي مجرد تخيلات؟ لو حبيت القصة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، واكتب لي في تعليق لو عايزني احكي لك قصة مكان مسكون او غامض تاني. ولو عايز تعرف الحقيقة زور القصر بنفسك لو عندك قلب.